من القاهرة لمناقشة هذا الموضوع الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية. مساء الخير دكتور رائد، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة. بداية يعني كانت كل الترجيحات بالأيام الماضية تذهب للقول أنه تم التوافق على السيد محمود المشهداني، ما الذي يحصل الآن فعليا؟ تحية لك من مقامك الكريم سيدتي سيدات الفضلاء السادة الأفاضل. الحقيقة مسألة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي هي جزء مكمل من صورة المنطقة والعالم أيضا. ربما يعني يتفاجأ المشاهد إذا قلت بأن هي مرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، هي مرتبطة بوقف إطلاق النار، هي في لبنان مرتبطة بوقف إطلاق النار في غزة، أيضا في حالة الحراك الحاصلة في المنطقة. وهنا أشير إلى إيران. إيران تريد ترتيب أوراقها في المنطقة، بمعنى أنها لا تريد أن يعني تخسر حاضنتها وقوتها. نعم. مثل ما حصل في الفترة الأخيرة بخسارتها لحزب الله أو خسارتها السياسية أقصد في حزب الله. تعتبر العراق الحديقة الخلفية لإيران، وبالتالي حصل ترتيب خلال الفترة الماضية أو خلال الأسبوع الماضي، وهو ضغط حقيقي على نواب سنة وأيضا إغراءات لنواب آخرين كانوا ميالين لعدم انتخاب السيد محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب، وهو مدعوم من كتل سياسية شيعية مدعومة من إيران. أحدثوا نوع من الخلل داخل هذه الكتل السنية العراقية، وصلوا بها إلى مسألة أنه صدر القرار بأنه سيتم انتخاب رئيس لمجلس النواب استكمالا لهذه السنة واستعدادا. يعني انتخاب المشهداني اليوم هو استعداد إيراني دولي إذا صح التعبير للانتخابات المقبلة، بمعنى أنه هو جزء من الدولة العميقة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تخسر أيضا نفوذها في العراق، وإيران أيضا لا تريد أن تخسر نفوذها في العراق. لهذا اتجه اليوم المجلس مع العلم أنه كان قادر منذ سنة تقريبا وأكثر على الانتخابات وانتخاب شخصية واحدة، لكن هذا الحراك الحاصل في العالم، الحراك الحاصل في المنطقة، طيب دكتور، المنطقة تتغير بشكل أو بآخر. صحيح. انتخاب المشهداني أو انتخابات هل يقدر جزء من هذا المشهد. هل يعني فعليا اليوم أو يعني هل فعليا البرلمان سيتمكن من انتخاب رئيس له في ظل هذه المشهدية؟ شوفي، أنا لحد هذه اللحظة لدي تصور ولدي معلومات من داخل بعض الأعضاء، لأنه يعني هناك ربما يتفاجأ البعض من المشاهدين أنه الانتخابات عندما يقوم النائب، وهذه أول مرة تحصل، يعني هي ممنوعة أصلا أنه نائب ينتخب ويصور الانتخاب، يصور ورقة الانتخاب. طبعا هذه مخالفة كبيرة جدا غير مقبولة، لكن لحد الآن المشهداني يصل إلى 160 أو أكثر قليلا، ربما أقول يحدث متغير، وهو طبعا شوفي في كل الأحوال هو نعم. في صالح يعني ما يجري، سواء تم انتخاب المشهداني أو لم يتم انتخاب، هو في صالح بقاء المشهد كما هو عليه. قوانين معرقلة، هناك إشكالية كبيرة لجر العراق إلى حرب إقليمية، هناك مشكلة كبيرة بسلاح منفلت، هناك عدم قدرة للبرلمان على الإعداد لقوانين وتشريع قوانين مهمة جدا. كل هذا يساعد المشهد أو على الأقل يعطي فرصة لإيران وأذرعها ولحاضنتها والولايات المتحدة الأمريكية على قدم المساواة لأن يبقى العراق على ما هو عليه حتى تجري الانتخابات الأمريكية، حتى يتم ترتيب سيد البيت الأبيض أو سيدة البيت الأبيض لإجراء تفاهمات مع إيران وإعادة مشرط المنطقة وتفاهمات المنطقة وتفاهمات نفوذ أمريكا وإيران في المنطقة. ولكن فعليا هل يعتبر السيد محمود المشهداني مرشح الإطار التنسيقي الرسمي وبالتالي المدعوم من إيران؟ بالتأكيد بلا طيب ما المانع كل قادة الإطار ما أريد أن أصل إليه، ما المانع فعليا لإيران أن يتم اليوم يعني تصويت له؟ لماذا التأجيل للانتخابات؟ هي المشكلة إجرائية سيدتي، المشكلة إجرائية. الدستور العراقي نص على أنه 166 نائب، وبالتالي هذا العدد لم يصل إليه. شوف،
تركيبة البرلمان منذ انسحاب التيار الصدري وحتى يومنا هذا تميل بطريقة أو بأخرى، أو تميل إلى الضعف، بمعنى أنه كتل سياسية كبيرة، وأنا أقصد السنة تحديدا، فككت الكتل السنية، فككت القوى السنية، بعضها ذهب للاجتثاث، بعضها ذهب إلى القضاء، وبعضها دمرت الكتلة السنية في داخل البرلمان. زيدي على ذلك أيضا الكتلة الكردية اللي يجب أن تكون كتلة وازنة في الانتخاب في البرلمان العراقي أيضا ضعيفة، لأنها تبحث عن مصالحها ومصالحها الآنية، تستوجب بطريقة أو بأخرى التماهي مع بعض المشاريع. ولهذا هذه هي العقبة الكؤود أمام إيران في اختيار المشهد هذه، أو إذا فشلت في ذلك فهي ستسير الأمور على ما هي عليه، وفي نهاية المطاف هذا إعداد للانتخابات المقبلة. وأنا أقول أن هذا الانتخاب هو إعداد للانتخابات المقبلة التي لا تريد إيران أن تخسر نفوذها، ولا الولايات المتحدة الأمريكية أن تخسر نفوذها داخل العراق. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا من القاهرة الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية.